يكون عنده داك الشيء كبير معنا غليظه وكيعجبني نضرب اللحم يعني فهمتي الله يقنعني والله يجي معايا. كنلقى عندهم 2 سنتيم 3 سنتيم، انا 2 سنتيم 3 سنتيم صراحه مع غليظه ما يقدنيش. ودابا انا بغيت شي ساعه ودي الا كتشوفني يا ابو عبد الله، الا كتشوفني مرحبا بك، ما يكونش عنده صغير يكون عنده كبير. بكا باش نبقاو فيا حيت نكذب على الله حرام ديال الزوج المغربي غير يتكرفس عليك وغادي يعذبك في حياتك. بغيت نتزوج على سنه الله ورسول الله، حتى واحد ما كيهرب من الزواج. انا ام ل4 اطفال والزوج ديالي دخل حريق ما كايناش هنايا وصافي طلقت وبغيت نتزوج على سنه الله ورسول الله. كما قلت لكم انا سبق لي ورا الناس تشاركوا معايا القصه ديالي مع سميره الداودي وكلشي كيعرفني، ولكن انا كنبقى مرا بوحديتي ووحدانيه. وراكم عارفين دابا الظروف وعارفين يعني المراه بوحديتها ب4 الاولاد كيفاش غادي دير تعيشهم، كيفاش غادي دير تكون معاهم، وانا غير في دور الكرا وما عنديش وبزاف الحوايج. لهذا كنت دخلت في اكتئاب وملي مشيت عند الطبيب كان قال لي مالك اختي وشنو، وعاودت له هذه في الاخر قال لي خصك تزوجي. طبعا خصك تزوجي اول حاجه باش الزوج ديالك. انا الشروط ديالي خصني الزوج اللي يهز لي ولادي في المستقبل. كلشي كيعرف طريقه الفساد والخروج على برا، ولكن انا ماشي من ديك الفئه، ماشي من الناس اللي كنخرج للزنقه وللشارع والفساد، ولكن جيت لهنا